القاعده الثانيه الاساسيه من قواعد ضخامه العضلات، وطبعا لو ما شفتش القاعده الاولى فارجع لها. قاعده بنسميها الفريكونسي برنسبل، هي عدد تكرارات التمرين بتاع العضله الواحده في الاسبوع. الحقيقه مفيش اجابه مباشره على هذا الامر، بس اقدر اقول لك كل ما تقدر تكرر التمرين على نفس العضله فده اكيد افضل لو طبقت شروطه. يعني ايه شروطه؟ يعني التغذيه بتاعتك لازم تكون تغذيه سليمه جدا، ما ينفعش تمرن العضله مده اكتر من 3 او 4 مرات في الاسبوع، كده كتير قوي. اللي يحكم ويقول هنقدر نتمرن كام مره في الاسبوع؟ حاجه بنسميها الديليد اونست ماسل سورنس او دي او ام اس، او الالم اللي موجود في العضلات. طول ما الالم بتاع عضلاتك لسه موجود فالعضله دي لسه ما عملتش ريكفري او استشفاء بشكل كويس، وبالتالي ما ينفعش تمرنها تاني، لازم تديها وقتها اكتر. الطبيعي الموضوع ده بياخد له من يومين لثلاث ايام. عشان كده بنقول افضل فريكونسي يناسب معظم الناس، طبعا مش المبتدئين. المبتدئ ممكن الموضوع يطول معاه اكتر شويه، بنتكلم في واحد بيتمرن اديله اسبوعين او 3 اسابيع مثلا، هي انك تمرن العضله مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع كفريكونسي مع تطبيق البروجريسيف اوفرلود او التزايد التدريجي في الاحمال، هتحقق لك ضخامه عضليه ممتازه. واستنانا لان اللي جاي كتير.